شمس. نعم. لو انت لقيتي الذهب كتير يا شمس او فلوس كتير هتعملي بيها ايه؟ اديها لماما. برضو اه. ايه يا بخت الامهات النهارده والله. مش هتخلي لك شويه ليك انت؟ طيب لا اديها لماما. تمام. يا مالك لو لقيت ذهب كتير وفلوس هتعمل بيها ايه؟ اديهم للفقراء. هتديهم للفقراء. جميل جميل يا عبد الرحمن. لو لقيت ذهب كتير وفلوس هتعمل بيها ايه؟ لماما برضو؟ مش هتخلي لك شويه ليك؟ محمد لو لقيت ذهب كتير هتعمل بيه ايه؟ ادي للفقراء ادي لماما. هتدي شويه للفقراء او شويه لماما؟ تمام. مش هتدي شويه لي انا؟ هديك انت. شكرا يا محمد والله. هنا لو لقيتي ذهب او فلوس تصدق بيها. كله هتطلعي للفقراء ولا هتديهم شويه وتخلي لك شويه؟ لا هخلي لي شوية. ايه هتعملي بالشويه اللي هتخليهم لنفسك؟ ممكن اجيب الحاجة اللي بحبها وبرضه ادي. ايه اكتر حاجه بتحبيها نفسك تجيبيها؟ ان انا مثلا افتح اللي هو مكان عشان مخصوص للرسم عشان ارسم فيه. الله، تفتحي مكان مخصوص للرسم عشان ترسمي وتعلمي الرسم. جميل يا هنا والله. شكرا يا هنا. ساره لو معاكي ذهب كتير او فلوس هتعملي بيها ايه؟ هفتح رسم. كل محل هفتح الرسم. هتفتحي برضو مكان ترسمي وتعلمي الرسم. جميل جميل. حد تاني ما قالش يا ليليان؟ لو معاكي ذهب وفلوس كتير هتعملي بيها ايه؟ هديها للفقيرين. هتديها للفقير. جميل يا يارا. يارا لو معاكي ذهب فلوس كتير هتعملي بيها ايه؟ تمام. تديها لماما؟ اه. تمام تمام. شكرا شكرا.